الكلية الجديدة اللي تخصصاتها لسه فريش زي السمك اللي بتشتريه وهو لسه صاحي كده. تخصصات جديدة يعني مستقبل باهر ومشرق، يعني المنافسة قليلة، يعني شغل كتير، يعني ثروة سمكية. شفت جبتها، شفت اللفة دي مش أي حد يعملها، خد بالك. كلية علوم الثروة السمكية موجودة في 5 جامعات بس في مصر، والدراسة فيها 4 سنين، وفيها 3 تخصصات أو 3 شعب تدرسهم في الكلية. الكلية موجودة في جامعة قناة السويس وكفر الشيخ وأسوان والعريش والزقازيق، وده بالترتيب بتاعهم من ساعة ما فتحوا يعني. فأول كلية فتحت هي كلية الثروة السمكية في جامعة قناة السويس. الكلية فيها 3 برامج متخصصة أو زي ما بنقول كده اسمها شعب، وكل شعبة فيهم أو كل برنامج متخصص فيهم في أقسام كتير جواه. والبرامج دي هما الاستزراع المائي والمصايد والبيئة المائية وتكنولوجيا تصنيع الأسماك. بعد بقى ما تخلص الكلية بتاخد بكالوريوس في أي واحدة من التخصصات ال3 اللي موجودين في الكلية. ليه الدولة أصلا عملت كلية ثروة سمكية؟ علشان تعد خريجين قادرين إن هما يستوعبوا التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك. عندها ثروة سمكية وده قطاع مهم جدا في الاقتصاد القومي، وكمان برضو عشان يبقوا قادرين إن هما يطوروا وينظموا آليات الصيد وكمان يحافظوا على البيئة المائية. علشان تدخل الكلية دي لازم تكون خلصت ثانوية عامة علم علوم أو علم رياضة، علشان في الحقيقة هي فيها قسم واحد بس لطلاب علم رياضة وهو قسم العلوم الهندسية. طيب إيه نظام الدراسة في الكلية؟ الكلية عبارة عن 4 سنين وبتدرس فيها بنظام الساعات المعتمدة. بنظام الساعات المعتمدة ده بيخليك بدل ما تدرس ترمين بس، لو ترم أول وترم تاني الخريفي والشتوي، في ترم تالت وهو سمر كورس أو ترم صيفي. الترم ده مش إجباري تنزله، على حسب اختيارك أنت يعني. بتنزل في الصيف بتدرس فيه مواد تانية، فده بيتيح لك إن أنت تخلص قبل ميعاد تخرجك. يعني لو كل 4 سنين هتخلص قبل ال4 سنين دول، فبالتالي انت بتاخد كمية اكبر كل سنة علشان تخلص بدري. والترمين الاولانيين اللي هو الخريفي والشتوي او ترم اول وترم تاني دول اجباري طبعا زي اي كلية موجودة في حياتنا. اما الترم الصيفي ده مش شرط تنزله، لو انت عايز تسجل فيه وتنزل قشطة مفيش مشكلة، بس هو مش اجباري. والترمين بقى اللي هما اجباري الخريفي والشتوي دول بيبقوا حوالي 15 اسبوع غير فترة الامتحانات. اما الترم الصيفي بيبقى تقريبا 8 اسابيع برضو غير فترة الامتحانات. دراسة مواد الكلية دي بتبقى بالإنجليزي، وبعض المواد الفرعية كده بتدرسها بالعربي. وسنة أولى أو أول سنة ليك في الكلية كده بتعتبر بتدرس فيها الأساسيات وتعرف إيه الأقسام والتخصصات والحاجات اللي موجودة جوه الكلية. وبعد كده بقى بتبدأ في الجد بقى طول ما أنت طالع في السنين بتاعة الكلية. تعالى بقى نتكلم شوية كده عن الأقسام اللي موجودة في الكلية. زي ما قلت لك إن إحنا عندنا 3 شعب أو 3 تخصصات وجواهم اقسام بقى. والاقسام اللي احنا هنتكلم عنها هتبقى الاقسام الموجوده في كليه الثروه السمكيه جامعه قناه السويس. هما الاقسام كلها واحده تقريبا وكلها متشابهه يعني، وحتى لو في اختلاف في الاسماء فهو نفس القسم باختلاف الاسم، وهيبقى برضو الاسم قريب قوي يعني من الاقسام دي. فبالتالي لازم قبل ما تخش لو عجبك قسم معين بنتكلم عنه اتاكد الاول هل هو موجود في الكليه دي. حتى لو اسمه مختلف بس اسال، ممكن ساعتها تتصل على الكليه، بيبقى ليهم رقم موجود على الموقع بتاعهم، او تتواصل مع اي حد في الكليه هناك او ايا كان يعني. وحاجه كمان مش شرط كل الاقسام تبقى موجوده في كل الجامعات يعني. في 5 جامعات في مصر مش شرط كل الأقسام تكون موجودة في ال5 جامعات، فهتلاقي في جامعة مثلا في أقسام ناقصة، في جامعة تانية كاملين، في جامعة تانية في قسم جديد فتح مش موجود في باقي الجامعات، وهكذا يعني. أول قسم هو قسم البيئة المائية. القسم ده بيهتم بدراسة بيولوجيا المية والنباتات والحيوانات وميكروبيولوجيا وكيمياء المية. تاني قسم هو قسم الاستزراع السمكي. القسم ده بيهتم بتغذية وإنتاج الأسماك وتربيتها والعناية بصحة الأسماك وطرق التفريخ وكمان تكاثر الأسماك. ثالث قسم هو قسم العلوم الهندسية، والقسم ده بيقبل من طلاب علم الرياضة بس، أو هو ده القسم الوحيد أصلا لعلم الرياضة كمان، وده بتدرس فيه هندسة الاستزراع والتصنيع والصيد البحري. رابع حاجة قسم التنمية الاقتصادية والبشرية، وده بتدرس فيه الاقتصاد السمكي والتنمية البشرية والإرشاد السمكي. خامس قسم هو قسم الدراسات البحرية والملاحة، والقسم ده بتدرس فيه تخصصات الملاحة المختلفة. 6 المصائد السمكية، وده بتدرس فيه طرق الصيد وبيولوجيا المصايد. 7 صحة وأمراض السمك، وده مختص بدراسة الأمراض الفيروسية والطفيلية اللي ممكن يتعرض لها الأسماك. 8 تكنولوجيا تصنيع السمك، وده بتتعلم فيه صناعة وحفظ وتغليف الأسماك وإزاي ترفع من جودتها وتحافظ عليها من التلف، وازاي تنتج سلالات جديدة من الأسماك، وبرضو ازاي تخلي السمك يبقى متكيف مع البيئة والظروف البيئية اللي حواليه. عشان تخش الكلية دي مش شرط تبقى من ثانوية عامة بس علم علوم أو علم رياضة، لا ممكن كمان تبقى معاك دبلومة بريطانية أو دبلومة أمريكية أو أي شهادة
معادلة للشهادات دي علشان تدخل الكلية، فهي مش بتاخد من ثانوية عامة بس يعني. في برنامجين للدراسة في الكلية دي، هو البرنامج الأول أو البرنامج الأساسي وهو البرنامج العادي للكلية، وده بتدفع فيه المصاريف العادية بتاعة الكلية من غير ما تدفع مصاريف بقى لكل قسم أو القسم اللي أنت عايز تدخله يعني. والبرنامج التاني هو البرنامج المميز، وده بتدفع فيه مصاريف الكلية، والقسم اللي أنت هتدخله بيبقى برضه بفلوس لأنه بيبقى قسم مميز، أو لو أنت هتدخل يعني قسم مميز فبتدفع لكل قسم أو القسم اللي أنت هتدخله. أي قسم يعني هتدخله بتدفع له مصروفات تانية، ودي بتبقى غالية شوية بحيث إن هو قسم مميز أو زي الخاص كده يعني، فبالتالي هتدفع مصروفات عالية شوية، والمصروفات دي بتتغير من سنة للتانية على حسب بقى التطورات اللي في الكلية. وكل سنة يعني هو كل سنة بيتغير مش رقم ثابت، فساعتها هتعرف لما تيجي تقدم أو تيجي تخش الكلية. هشتغل ايه بقى بعد ما اخلص الكلية دي؟ وبالمناسبة الشغل في الكلية دي متاح بشكل كبير قوي، وكمان دي من التخصصات النادرة اللي موجودة في البلد هنا دلوقتي، او عموما يعني من التخصصات النادرة والشغل فيها متاح بشكل كبير، ومرتباتها بتبقى عالية. ممكن تشتغل في الاستزراع السمكي البحري والعزل، ممكن برضو تشتغل في مكاتب الاستزراع السمكي عشان تعمل تحليلات على الاسماك وتعرف اذا كانت الاسماك دي سليمة ولا مش سليمة، وتعرف الامراض بتاعتها وتعالج الاسماك وكده. ممكن تشتغل في شركات اللي بتقدم خدمات وادوات للاستزراع السمكي، ممكن تبقى اخصائي مراقب جودة في مصانع لحوم الاسماك، ممكن تبقى اخصائي اشراف على خطوات انتاج الاسماك في مصانع تصنيع الاسماك، ممكن تشتغل في الاستيراد والتصدير، ممكن تشتغل في معامل البحث في الجامعات والمؤسسات البحثية، وتقدر تشتغل في مجال تطوير المصايد، تقدر تشتغل في معهد علوم البحار وهيئة الثروة السمكية، تشتغل كإشراف على السفن بتاعت مصايد الأسماك، كمان تقدر تشتغل في مجال تطوير المصايد، تشتغل في البحث العلمي المرتبط بالثروة السمكية، وكمان تقدر تشتغل في الكلية كمعيد لو انت جبت درجات عالية أو امتيازات، جبت تقديرات حلوه تشتغل في الكليه. وكمان بقى لو انت كنت علمي رياضه او دخلت قسم العلوم الهندسيه اللي في الكليه، تقدر تشتغل في حل المشكلات الهندسيه الخاصه بالمزارع السمكيه، وكمان تشتغل في صناعه وتصميم معدات الصيد الحديثه، وكمان تقدر تشتغل في الهندسه البحريه بانك تبقى كاخصائي او مهندس المشرف على المعدات والمحركات بتاعه السفن، فانت بتبقى مهم قوي على السفينه ساعتها. وكل شغلانه من الشغلانات دي او في اكتر من الشغلانات دي بكتير متوفره بشكل كبير قوي، او تخصصات نادرة موجودة ومحتاجة لها شباب يتخرجوا من الكلية ويشتغلوا فيها، ومرتباتها كمان بتبقى عالية. فالفرصة قدامكم ان انتوا تعملوا حاجات حلوة قوي. وكده يبقى مش باقي غير التنسيق في الفيديو ده، والتنسيق السنة اللي فاتت كانت اعلى كلية فيها هي كانت كلية الثروة السمكية او علوم الثروة السمكية والمصايد في كفر الشيخ، كانت واخدة من 328. فهسيب لك التنسيق يظهر على الشاشة دلوقتي. وبس كده، انا محمد عبده، ودي كانت كل حاجه عن كليه ثروه سمكيه. لو احتجت اي حاجه تاني اكتب لي تحت في الكومنتات، هتلاقيني تحت برد عليك على طول ان شاء الله يعني. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير لاي حد مهتم بالكليه دي، وكمان هتكون بتدعمني انا كمان برضو في الحركه دي، حركه رجوله يعني، بالاخر حركه رجوله وشهامه بالظبط. كان معاكم محمد عبده، والى اللقاء. سلام.